إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من رحمة الله جل وعلا بكم ومزيد فضله عليكم ما رتب على الاستغفار من عظيم الأجر وسابغ الفضل والعطاء. فإن كثرة الاستغفار والتوبة من أسباب تنزيل الرحمات الإلهية والألطاف الربانية والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا كثر الاستغفار في الأمة وعم أفرادها وصدر عن قلوب موقنة مخلصة، دفع الله به عن العباد والبلاد ضروبا من البلايا والنقم وصنوفا من الرزايا والمحن، كما قال عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإن من آثار الاستغفار أنه سبب لنزول الغيث المدرار وحصول البركة في الأرزاق والثمار وكثرة النسل والنماء. شكا رجل إلى الحسن البصري الجدوبة في الأرض فقال له: استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تبارك وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والمستغفرون يمتعهم ربهم متاعا حسنا في الدنيا وفي الآخرة، فيهنؤون بحياة طيبة، ويسبغ عليهم سبحانه وتعالى مزيدا من فضله ونعمه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا يا عباد الله بعض فضائل الاستغفار ومنافعه في كتاب الله جل وعلا، وأفصح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من خبره، تحمله أهل الإيمان وأرباب التقوى إلى البدار بالتوبة وكثرة الاستغفار. غير أن هذه المنح الإلهية والفضائل الربانية إنما تحصل للمستغفرين الله تعالى حقا وصدقا. إذن الاستغفار ليس بأقوال ترددها الألسن وعبارات تكررها بين الحين والآخر فحسب، وإنما الاستغفار الحق ما تواطأ عليه القلب واللسان وندم صاحبه على ما بدر منه من ذنوب وآثام، وعزم على ألا يعود على اقتراب شيء من ذلك.
هذه أركان التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل عباده ووعد عليه تكفير خطيئات وسيئات والفوز بالجنات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.